عزيزي المشاهد، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده جبت لك التجميعه الجامده اللي انتوا حابينها، وهي تجميعه ام احمد. لو انت اول مره تتفرج على الفيديو فانت لازم تتفرج على الفيديو كله علشان تفهم الحكايه كلها. اما لو انت اتفرجت على الاجزاء الثلاثه اللي فاتوا فالجزء الجديد في الدقيقه دي. بس قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس علشان مهم جدا، وتنضم في جروب التليجرام اللي بننزل عليه حاجات جديده واي حاجه اول باول. بس عزيزي وعزيزتي المشاهد، عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، جهز مسلتك اللذيذه واي حاجه تاكلها او تشربها، ويلا بينا نبدا الحكايه. ده هو تشن اللي عربية خبطته، حتى لما رجع تاني للحياة لقى نفسه مشنوق، لقى نفسه في مكان معدوم بالتكنولوجيا ومليان بالوحوش الأسطورية والأماكن السحرية. بيبقى معاه نظام بيساعده أول ما حد يجيله صدمة أو أي حاجة بيجيله نقاط زيادة، من النقاط دي يقدر إن هو يختار أسلحة عشوائية من النظام. اتحمست معايا يا عزيزي المشاهد؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية. وبنروح لقصر، ساعتها بنلاقي الناس تم القبض عليهم من قبل وحوش، بيبقوا مش عارفين ايه اللي جابهم هنا، وبيقولوا احنا هنا ليه. وبعد كده واحد تخين بيقول لهم ان سمعت ان الامبراطوريه جوس بتحتفل بعيد ميلادها وان هم عايزيننا في العيد الميلاد ده. فجاه بنلاقي بطلنا تشين بدا يفوق كده وبيقول ايه ده، هو انا لسه على قيد الحياه ازاي؟ وبيقول ازاي ان انا صدمتني شاحنه، ازاي دلوقتي انا صاحي؟ هو في معجزه طبيه حصلت او ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم اي حاجه. هو حرفيا بيكون مخنوق جدا، والناس التانيين بيكونوا عمالين بيسعوا بيقولوا ان احنا الخالدين المفروض ان احنا عايزين نتخلص من الشياطين. بيبدا يكلموا الواد التخين ده وبيقول لهم ان امبراطوريه يوغي بقت هنا من مئات السنين، وان حتى المزارعين مش عارفين يعملوا اي حاجه ليه، والوضع بقى طريق مسدود وما شافوش حد قبل كده من شده اليأس ده قبل شويه، لان هم في الاخر شنعوا نفسهم. وبطلنا قاعد عمال بيتدحرج يمين وشمال، واتفاجئ ان هو سمع كلمه ان هم بيشنوا نفسهم، واللي بيلاقي فعلا نفسه هو كمان مشنوق بيقول لهم انقذوني. لكن هم بيبداوا يلاحظوا ان هو قاعد بيتحرك يمين وشمال، وبيكونوا مستغربين ازاي ده ممكن يحصل، وان ده مشنوق بقاله نص ساعه والمفروض ان هو يكون مات من بدري. وبيقول بما انه كده مات خلينا ننزله دلوقتي، وبما ان كده المفروض ان احنا هنتاكل فخليه هو اللي يتاكل الاول. واللي بالفعل بينزله على الارض بيقول له بقى ما تزعلش مني يا اخويا، والله احنا كل ده علشان ايه؟ نسام في خدمه الجميع وكل حاجه، وانت كده ميت يعني. لكن بيرد عليه بطلنا وبيقول له على فكره انا اقدر اعمل حاجات كتيره، يعني انا لسه ما متش. فجاه الراجل اول ما بيسمع كلامه بيتصدم وبيرميه من كتر الصدمه اللي هو فيها، وبيقول له ان انت شكلك اصلا غشاش. وبيقول له ايه ده يا عم، انت كنت هتموتني دلوقتي. في حين الناس التانية بيكونوا مستغربين ازاي ما ماتش بعد كل ده في الاخر. واثناء ما هم عمالين بيتكلموا على بطلنا بيكونوا عملوا دوشه، واللي في الوقت ده حراس البوابه بيجوا لهم وبيقولوا لهم ايه الصوت اللي انتوا عاملينه ده؟ اسكتوا بدل ما نعمل من وراكوا شاورما. وبيكونوا مصدومين من الوحشين دول وان هم ازاي اقوياء كده، وبيسكتهم بيقول لهم ان الوزراء المشهورين اللي هم بيمكنهم المشاركه في حفل امبراطوريه الملكه بيقام ده كل 100 عام مره واحده، وان دي نعمه ليك ان انت تدفن مع الامبراطور. اما يا عيني بطلنا بقى بيتصدم جدا لان بطلنا مات بسبب شاحنه. ده غير كده ان هو لقى نفسه ان هو مشنوق، غير كده ان هو كمان هيروح يدفن كمان مع الامبراطور. ده الحظ الجميل قوي ده اللي هو فيه. بيقول ايه يا جدعان البدايه المجنونه دي اللي احنا فيها؟ اللي في الوقت ده بيظهر له النظام وبيقول له الف مبروك انت محظوظ جدا. بطلنا بيتعصب عليه وبيقول له محظوظ كل ده ومحظوظ؟ وبيرد عليه النظام وبيقول له بما انك انت بدأت حياتك دلوقتي فانت بدأتها علشان انت صدمت مشاعر كتير من الناس، وانت هنا علشان تستخرج نظام استخراج السماوات، وينفع ان انت تستخرج العالم الحقيقي. اما عالم الفنون القتالية العليا فهو مش مفتوح دلوقتي. وبيعرف بطلنا ان هو يقدر يستخرج من العالم الحقيقي اللي هو عايزه من الجانج تشي، وده لان عالم الظهور لسه ما اتفتحش. وبيسأل بطلنا النظام ازاي يقدر يستفيد بالقوة بتاعته، فبيفهمه النظام ان كل ما الناس بتتصدم بيقدر ان هو ياخد نقاط، ومن النقاط دي يقدر بيها يسحب سحوبات عشوائيه، واللي بتمده باسلحه وحاجات كتيره كده من العالم الخارجي اللي هو كان فيه حقيقي، وان هو يقدر يستبدل السحوبات كل 10 نقاط صدمه. بطلنا في الوقت ده بيتصدم جدا لان الحل الوحيد ان هو يقدر ياخد بيه النقاط ان هو لازما يعمل سلوك يصدم بيه الناس التانية علشان يدخل في اليانصيب وياخد حاجات عشوائيه في الاخر، وبيعتمد في الاخر على نظام الاستخراج ده. في الوقت ده الوحشين بيكونوا خارجين من المكان، لكن فجاه بطلنا
بيبدا يصرخ على الناس وبيقول لكل الناس بصوا يا جدعان عليا عشان عايز اقول حاجه مهمه. الوحشين بيشوفوا بطلنا بيقول ايه الواد الطفل المجنون ده. بطلنا مش بيكتفي ان هو بيخلي الناس كلها تبص عليه، لا ده بيبدا ان هو كمان يشتم في الوحوش. الله ده انت شكله هيتعمل من وراك فعلا شاورما. طبعا في الوقت ده الناس كلها بتتصدم من رد فعله، لان هو فعلا هيقع في مشكله دلوقتي، واللي بالفعل بطلنا بيكتسب نقاط من كل الناس اللي بتتصدم دي. واللي في الوقت ده الناس بتجيله وبتقول له لو انت مش عايز ان انت تموت على الاقل ما تورطناش احنا في الموضوع. واللي في الوقت ده النظام بيبدا يظهر له بيبارك له على ال10 نقاط اللي حصل عليهم. واللي بالفعل بطلنا في الوقت ده بيتحمس ان هو يبدا يسحب اول سحبه ليه، واللي بالفعل بيقول للنظام، والنظام بيبدا في الوقت ده ان هو يطلع له تنوره مش عارف هيعمل بيها ايه، هيلبسها ولا ايه. وبطلنا فعلا بيتعصب جدا وبيبدا يزعل النظام وبيقول له انا مش عارف انا هعمل بيها ايه دلوقتي، هو انا هعمل رقصه مثيره للوحوش دي ولا هعمل ايه بيها؟ انا مش فاهم حاجه والله يا ابني. انت عندك حاجه، بص انا اقول لك على نصيحه، ازاي انت وتجيب رزقها. والوحوش في الوقت ده بتيجي من وراه بتقول له ان هم هيعملوا من وراك شاورما دلوقتي. وبطلنا ما بيبقاش عارف يعمل اي حاجه خالص لان ما بقاش عنده اي نقاط يستخدمها. والبت التانيه بتقول ان هو بطلنا بدا ان هو يفسد الخطه بتاعتها اللي هي المفروض ان هي عشان تنقذ الناس بيها. بطلنا في الوقت ده مش بيكتفي بكده، الوحوش بتبدا تقرب منه، بيبدا ان هو يضرب وحش في وشه. طبعا الوحش هو نفسه بيتصدم، باقي الناس بتتصدم، وهو بيبدا ان هو يكمل ويجمع نقاط اكتر واكتر. مش كده وبس، الوحش بيقوم تاني بيديله قلم تاني على وشه. الوحش بيكون مستغرب ازاي طفل زي ده بيجرؤ ان هو يعمل فيه كده. ويبدا بطلنا في الوقت ده يفعل اليانصيب بتاعته علشان يسحب حاجه تاني، بتجيله دميه حرفيه منفوخه ملهاش اي 60 لازمه. بيستخدم بقى النقاط علشان يجيب حاجه تاني، بيلاقي حاجه اسمها شراب الحب حرفيا برضه ملهاش اي لازمه. بطلنا بيتعصب اكتر واكتر مش عارف يعمل ايه، وبيقول ان كده خلاص هينتهي الامر بيه دلوقتي. والوحش بيقول لصاحبه انت شايف اي فرق في الواد ده ولا لا، لان هو ممكن يكون من مزارعي الطائفه اللي عندهم قدرات خارقه، لكن بيقول له ان انا شايفه من حيث التنفس وكل حاجه ان هو طفل عادي ما عندوش اي حاجه. واللي بالفعل في الوقت ده بيبدا الوحش ان هو يوجه السلاح عليه وبيقول له ان هو هيعمل من وراك شاورما دلوقتي وهيحط عليه صلصه علشان ايه تبقى طعمها جميل جدا. لكن بطلنا في الوقت ده بيبدا ان هو يعتذر ليهم، لكن الوحش بيقول له ان فات الاوان دلوقتي خلاص على طلب الرحمه يا عمنا. واللي في الوقت ده كان خلاص بيهجموا عليه، لكن في الوقت ده بيسمعوا حد بينده لهم ان الامبراطور استيقظ والشياطين موجوده وان هم لازم يكونوا موجودين دلوقتي. واللي بالفعل بيسيبوه بيبدا ان هم يتوجهوا ناحيتهم. الواد بيقول الحمد لله انا ما اتعملش من وراك شاورما. اما البنت برضه بتكون مرتاحه لان ما تمش الكشف عن الهويه بتاعتها، وان هي هتلاقي الفرصه المناسبه علشان تقتل امبراطوريه الشبح بعد كده يعني، وان المهمه تم انجازها. واللي في الوقت ده بطلنا بيظهر لها وبيقول لها هو انت متخفيه ولا ايه، وده علشان بطلنا خد منها 5 قوات صدمه، وده بيعني ان هي مش شخص عادي ابدا. اما البنت بتقول له انت ازاي بتقول حاجه زي كده، انا مش فاهمه حاجه، بتعمل نفسها عبيطه يعني. بيقول لها ان انت اكيد غير طبيعيه، وان اكيد ان الوحوش دي جابتك هنا عن عمد. وبطلنا بيقول في نفسه ان كل الناس كان عندها نقاط صدمه الا دي ما كانش عندها خالص، فدي كانت واضحه جدا يعني. واللي بالفعل البنت بتقول له ان انت ذكي جدا، وان انا هنا علشان اعمل مهمه معينه، وهي ان انا اتخلص من امبراطوريه شبح الياشم. وبيسال النظام كان معاه نقطه، فبيقول له ان هو معاه 12 نقطه صدمه، فبيقول له يا ريت تطلع لي المره دي بقى حاجه عادله. وبالفعل بطلنا بيستخدمها ولكن بيجي له حاجه تبع الشواء، فبطلنا بيتصدم اكتر وبيقول ايه يا جدعان الحظ اللي انا فيه ده. بطلنا بيقول حتى البنت دي جايه بنفسها علشان تقاتل وعندها قدرات خاصه، اما انا ما عنديش اي حاجه، معتمد على السحب العشوائي المعفن ده اللي ملوش اي 60 لازمه. وبترد عليه وبتقول ان الشيطانه يوغي مشهوره جدا بعد كل شيء، بس انا متاكده لما انا اقابلها وجها لوجه ان انا هقدر اهزمها. بطلنا بيقول لها ان هو يقدر يساعدها، شوف انت محتاجه ايه وانا هقدر اساعدك. بتقول له لا انت مش هتقدر تساعدني خالص عشان انت انسان حتى بلا زراعه ما تقدرش ان انت تساعدني خالص. بيقول لها ان هو ما سابش المدرسه من غير الزراعه، هو جبل وحش الشيطان بيقبل التلاميذ ولا لا. بتقول له ان الشروط بتاعتها صارمه وصعبه جدا لاي حد عادي ممكن ان هو يقدر يدخلها. بيقول لها لو انت شايفه كده يا سيده ثم تقومي بالتحقق بالمؤهلات بالنسبه ليا وتشوف ان انا هينفع اخش ولا لا. ما يغركيش برضه انا ممكن اكون عبقري ما فيش زيه ابدا. البنت بتكون مكسوفه في الاول لكن في الاخر بتوافق وبتبدا ان هي تقيس مهاراته. البنت في الوقت ده بتصدم. بطلنا بقى في الوقت بقى بيقول ايوه بقى شكل البليه لعبت بقى. البنت اتصدمت جامد، ده بقى شكل ان انا عندي مهارات جامده جدا مش زي عند اي حد خالص. طبعا بطلنا بيكون مستني تقول له ان دي مهارات جامده بقى وما فيش اجمد منها وبتاع، بتقول له ان دي مهارات كبيره جدا مضيعه للوقت وحرفيا ملهاش اي 60 لازمه. بطلنا يا عيني بيتصدم جدا لدرجه ان هو بياخد نقاط كبيره جدا على صدمته هو لنفسه، لدرجه ان بقى معاه 15 نقطه. بتقول
ان هي كانت بتمارس الخالدين لمدة 20 عام، وبين كل الناس دي ما شافتش واحد ضعيف كده زيه. بغض النظر عن مدى ضعف المؤهلات دي، فان البشر عندهم روح مختلطة وعندهم الوان 5، وان الشباب بتبقى عندهم 99%، وان انت تقدر تعمل ده، وان هي حتى مش شايفة حتى رؤية ظل جذر الروح بتاعه. بطلنا بيقول لها علشان كده مش هقدر اتدرب. بتقول له هتتدرب ازاي حتى ما عندكش جذور روحية؟ بتقول له حتى لو المدرب منحك القوة الكاملة كل يوم مش هتقدر ان انت تخزن اي قوة روحية في جسمك. بطلنا بيقول لها ما فيش اي طريقة خالص. بتقول له ما اعرفش، ما فيش اي حاجة بفكر فيها دلوقتي، لكن انت في حاجة غريبة كده انا مش قادر افهمها. بطلنا في الوقت ده بيتصدم، والوحشين بيبدأوا ان هم يدخلوا عليهم مرة تانية، واللي بيقولوا لهم يلا اخرجوا بقى علشان في احتفال بره بالعيد الميلاد بتاعها. بيكونوا مصدومين كلهم، بيقولوا ان احنا عايزين نقضي عيد ميلاد من غير اي عائق ولا اي مشاكل. والواد التخين بيمسك بطلنا وبيقول له اياك تعمل اي حاجه، انت فاهم ولا ايه؟ بطلنا بقى بدا يحور الكلام. بطلنا بيقول له ايه انت بتقول الامبراطوريه يوغي قبيحه؟ الواد التاني بيتصدم بيقول له هو انت بتقول حاجه انا عمري ما قلتها لك؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ بطلنا بيكمل وبيقول له انت بتقول ان الامبراطوره سمينه ايه، وبتقول كمان ان هي عملت علاقه غراميه كمان. الوحش بيجي من وراه بيقول ايه يا جدعان اللي انا سامعه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وبيقول له ان انا ما قلتش اي حاجه من دي، ده هو بيكذب، انا ما قلتش حاجه. لكن الوحشين مش بيسموا عليه وبيبدأوا ان هم ياخدوه لبره، وهيخلوه هو في المقدمه علشان يتاكل هو اول واحد. وبيظهر له النظام ان بقى معاه في الوقت ده 22 نقطه ويقدر ان هو يستخدمهم من جديد. وبطلنا بالفعل بيقدر ان هو يستخدمها، ولكن يبدا ان هو يحصل على تكييف وحاجه كده ملهاش اي لازمه. بطلنا بقى بيكون خلاص تعب وبيقول ايه يا جدعان وانا ما فيش اي حاجه مفيده اقدر استخدمها خالص كده، ايه النظام العبيط ده؟ وبيفضل يشتمه. وبنروح ناحيه قمه الجبل، وان هم بداوا يوقفوا الناس هناك، والراجل السمين بيكونوا ماسكينه هناك هو اول واحد، وبيقول لهم يا جدعان ده انا راجل صالح والله. بيرموه في الارض بيقولوا ان هم هيعملوه زلابيه لحمه. واللي في الوقت ده واحده بتظهر اسمها امبراطوريه يوجي. الواد بيكون معجب بجمالها وبتجيله كده في وشه بتقول له هو انا جميله ولا لا؟ واللي في الوقت ده الواد بيتصدم جدا، والبنت بدات تطلع القوه الشريره بتاعتها وبتقول ان البشر اغبياء وبيخدعهم المظاهر. هو انت مش عارف مصدر معاناتك ولا ايه؟ تبدا ان هي تفعل القوه السحريه الخدمه على رقبته، وبتفعل القوه عليه وبتقول له ان في ناس كتيره مالهمش اي لازمه في العالم ده ومن ضمنهم انت. البنت بتقول ان هالة امبراطور الشبح الياشن بتاعها اقوى مما هي توقعت، وبطلنا بيقول لها انه اقوى منها كمان، لكن بتقول له لا ان هي تقدر ان هي تتغلب عليها، لكن لازم ان هي تكون قريبه منها. لكن الوقت فات ان هي بقت بعيد عنها خالص، لانها لما تهجم عليها هجمه مفاجاه. بطلنا بيقول ان هو هيقدر يساعدها وان هو لازم يساعدها علشان ينقذ نفسه. بتقول له خلي بالك عشان ده شيطان كبير وما تتهورش. بيعلي صوته كده بيقول لها بطلي على التظاهر ده، انا كده كده رايح اواجه. والناس كلها بتتفاجئ منه ان هو رايح كده ومش همه اي حاجه. الوحش في الوقت ده بيحاول يوقفه، لكن بطلنا بيعمل معاه السليمه وبيديله تحت الحزام بيخليه ما يخلفش تاني. بيقول ان هو هنا علشان يقول للاميره دي الغرض الحقيقي ان هو هنا، وبتقول له ايه اللي انت بتقوله ده غرض حقيقي. وبتجيله في الوقت ده بيقول لها انا اخليك النهارده تقابلي واحد كده عمرك ما قابلتيه في حياتك. وفي اللحظه دي عمل اللي كله حرفيا ما كانش مصدقه اصلا، رفع لها الصباع الاوسط. حرفيا كل الوحوش وكل الناس بتستغرب من اللي هو عمله، وطبعا من الصدمه دي برضه خد منها نقاط. ده حتى هو نفسه بيستغرب من اللي هو عمله، وبتقول له انا عارفه ان السلوك الانساني بيكون محير جدا ومربك جدا. وبيقول للبنت ان هو استخدم كل كلماته القاسيه ومش عارف يعمل ايه بعديها. اتصرفي يا ست ما تكونيش واقفه كده وخلاص. لكن في اللحظه دي بيبدا ان هو يظهر وحش تاني شيطاني، واللي بيكون دب اسود كبير واللي بيكون اسمه بلاك ويند. بتقول للامبراطوره بما انك انت هنا فانا هديك حصه ان انت تاكل من لحمه. اما البنت بتكون مستغربه جدا لان الوحش ده مش قوي في الياشن بتاعه قوي يعني، لكن هم شيطانين في الاخر، وان هي مش عارفه تقارن بينهم هما الاتنين. اما بطلنا بيكون ميت على نفسه من كتر الرعب لان هو الضحيه اللي موجوده دلوقتي. اما الامبراطوره في الوقت ده بتمسك بطلنا وبتقول له ان انا هعمل من فخدك ياض شاورما، وبتقول له ايه هي امنيتك الاخيره. بطلنا ما بيكونش عارف يرد يقول ايه. في الوقت ده بيكون خلاص هتاكله، لكن في اللحظه دي اللي ما كانش حد متوقع فيها اي حاجه بيديها قبله كده لا مؤاخذه. عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان كله اتفاجئ، حتى بتاعت الجرجير اللي بره على اول الشارع اتفاجئت هي كمان، كلنا اتفاجئنا والله. وبترميه على الارض وبتقول له ان انت شخص مغرور جدا، وبيقول لها لا انا الهدف الحقيقي اللي انا كنت موجود هنا علشان ان انا اقابلك، وان انت جميله جدا، وان انا وقعت في حبك من النظره الاولى. والدب اللي بيقول لها ان ده كداب ما تثقيش بيه وان هو ده غدار وكل اللي بيقوله ده كلام كده. فبتقرب منه وبتقول له انت كده شايفني جميله بالوش اللي هي عندها ده. وبيقول لها بطلنا ان انا اجيب لك كمان دي هديه، التنوره اللي هو
هو كان كاسبها في الاول، وبيقول لها ان انا عايز اطبخ لك يا اميره، ان انا اقدر اطبخ طعام جميل جدا، وان السمين ده اقدر اعمله اكل كتير جدا، ويقدر ان هو كمان يكفي ل3 افراد. الراجل السمين اول ما بيسمع كده بيقول له ان انت شخص غدار جدا ومش انساني. بيبدا بيقول لها بقى على مميزاته، ان هو بقى سمين جدا ولطيف بشكل لا يصدق. بيقنع ان هو هيخليه لذيذ جدا ولكل الناس اللي هتاكله. الناس كلها بتتصدم من رد فعله، وان هو بيعمل كده وفي الاخر هيطبخهم كلهم. حتى الدب هو كمان بيقتنع وبيبقى عايز ياكل نفس الاكل اللي هم عايزين ياكلوها، وبيقول لما تديله فرصه. بتكون البنت عارفه ان ده نوع النفس البشريه اللي عايزه ما تهلكش وعايزه تنجب نفسها، فبتديله فرصه ان هو ينجب حياته ويعمل ألذ اكل. والدب بيهدده ان هو لو ما عملش اكل كويس هيخليه هو مكانه ويسحق راسه دي. بطلنا في الوقت ده بيقول ان هو استخدم افضل مهارات التمثيل في حياته دلوقتي، وانه اخيرا نجي من المأزق اللي هو كان فيه. الوحش بيقول لبقيه الوحوش ان هم ياخدوا الناس دي جوه المطبخ علشان بطلنا يطبخهم. واللي في الوقت ده بطلنا بيكون مع النظام وبيحاول ان هو يطلع اي حاجه يستفيد منها بدل ما يتعمل منه راكو شاورما جوه وما يعرفش ينجو من الموقف اللي هيحصل. لكن بطلنا في الوقت ده بيجيله باراشوت ودرع، حاجات يعتبر مش هيستخدمها دلوقتي خالص. وبندخل معاهم جوه الكهف بنلاقيهم بيجهزوا القدر اللي هيطبخوا فيه الناس. والوحش بيقول له ايه رايك ما تبدا بالرجل السمين ده وتبدا ان انت على طول تحمصه. بطلنا بيقول له ده الناس اللي ما بيكونش عندها ذوق في الطعام، لكن انا عندي تتبيله خاصه وطبق خاص ليا بما اني ملك الطعام، هو ان انا بجيب البهارات وبجيب احشائه الداخليه بره وبظبطه وبتبله كويس جدا بحيث يكون التتبيله جميله جدا في اللحمه. اما الراجل يعني بيتصدم بيقول له ان انا كل ده يتعمل فيا يا جدعان، لا سيبوني خلوني اعيش، انا ما استحملش بقى لي 3 سنين. واللي في الوقت ده بيبدا ان هم يسحبوه على القدره علشان يبداوا ان هم يتبلوه. بطلنا بيقول لهم خلي بالكم ان التتبيله لازم يكون هو حي فيها. والوحش بيقول له طب هنعمل ايه في الناس التانيه؟ بيقول له كل واحد يا باشا بقى وليه التتبيله الخاصه بتاعته، وكل واحد بيبقى بطبق مختلف. الناس في الوقت ده بتتصدم جدا، وبيكمل بطلنا بيقول ان هو مجهز اطباق خصيصا جدا ليهم. والوحش بيرد عليه بيقول ان الملك بيبقى عايز ياكل اي لحم وخلاص. بيقول له لا انا بعمل التتبيله وحاجات جدا هتعجبه. وبيبدا ان هو يجهز المكونات اللي هيعمل بيها، وبيبدا فعلا ان هو يشوي شويه لحم ويضيف عليهم شويه بهارات، وبيضيف عليهم برضو المكونات اللي اكتسبوا في الاول اللي هو نبق الفيل او شراب الحب اللي قلنا عليه في الاول. وبطلنا تشين بيروح عند الراجل السمين بقى وبيقول له ما تلمنوش يا عمنا ان انت اصلا اكتر سمنه وده اللي هيخليك اكتر لحم، محدش قالك ان انت تكون سمين والله، وان انا دلوقتي هعمل من وراكك شاورما يا ابني. ده حرفيا بقى عزيز المشاهد. مهم عزيز المشاهد بطلنا بيكون فاهم ان الواد السمين ده مجرد يعتبر آلة عشان هو بيتصدم كتير ويقدر ياخد منه نقاط كتيره جدا. بيقول له ما تقلقش انا هتبلك كويس ومش هخليك تشعر باي الم، وبيسيبه وبيمشي وبيروح يشوف النظام واللي بيكون معاه 25 نقطه متراكمه، واللي بيستخدم اليانصيب ساعتها، واللي بيظهر له بقى ساعتها مسدس ومشروب غازي، واخيرا بيبقى معاه حاجه يستخدمها وبيكون فرحان جدا. اما البنت بيكون شايفاه سعيده جدا وبتقول له مالك سعيد جدا كده؟ انا شايفاك ان انت بقيت شخص تاني. بيقول لها انا فعلا شخص تاني، هو ده شكل واحد خاين ولا ايه؟ بيقول لها انا زهقت من القعده دي وانا عايز اخرج من هنا خلاص او اواجههم. وبتقول له ان ده صعب جدا لانه دول شيطانين كبار جدا وصعب عليا ان انا اواجههم. وبيقول لها ان انا دلوقتي اساعدك ان انا اتخلص من واحد منهم. وبتقول له ان انا ما عنديش مزاج ان انا امزح معاك خالص دلوقتي. وبيقول لها على فكره انا مش بهزر، انا بتكلم جد، انا عايز فعلا اساعدك. واللي في الوقت ده لما الامبراطوره بتيجي هي والدب الاسود، وبيقول له الدب الاسود ان الطعام ده مش هيكفينا، فاعمل المزيد من الطعام ده واطبخ الراجل السمين ده. وبطلنا في الوقت ده بيقول لا استني الاشعار بتاعي. واللي بالفعل الوحوش بتكون مذهوله جدا من الطبخ بتاع بطلنا وطعمها لذيذ جدا. انا مش عارف انا جوعت انا ليه دلوقتي والله عزيز المشاهد. وحرفيا الراجل السمين بيبقى شايف ده كله بيبقى هيموت خلاص وهيشخ على نفسه من كتر الرعب. بطلنا في الوقت ده بيتجه ليه علشان يقطعه، واللي بالفعل بطلنا بيضربه ضربه كبيره جدا، لكن الضربه دي عزيز المشاهد بتفك الخيوط اللي هو كان متقيد بيها. بيبدا ان هو يتجه على الشياطين الاتنين. الراجل السمين ما بيكونش مصدق اللي بطلنا عمله، بيقول له ان انت المفروض شخص جيد وتعامل مع الشياطين دي. الدب الاسود اول ما بيشوفه كده بيقول له يا طه انت بتعمل ايه دلوقتي؟ مش انت المفروض ان انت دلوقتي بتطبخه او هتقطعه اصلا؟ لكن في اللحظه دي بطلنا بيشغل النظام وبيستدعي السلاح بتاعه اللي هو المسدس. وبطلنا بيقول ان جه الوقت خلاص ان هو يتخلص منهم هما الاتنين. بيتفاجئوا ان هو هيخلص عليهم هما الاتنين. وبطلنا برضه بيترعب في نفس الوقت لان هو لوحده والبت حتى لسه ما عملتش اي حاجه. بيقول لها ايه مش هتيجي تنضمي معايا في المعركه دي ولا ايه؟ البت اول ما بتلاقيه بقى عاوز يواجه قالت له انا اديتك فرصتك، وبتبدا تهجم عليه، ولكن صاحبه بطلنا اخيرا بتتدخل في الوقت ده وبتقول لها حوشي ايدك من عليه يا مره. البت بتستغرب انها من شعب ياو ازاي تجرؤ انها تيجي تقطع عملها الصالحه. صالحه مين يا ام صالحه؟
صالحه. يا مرة ده الواد ما كانش هيخلف تاني. الدب بقى بيزيد في الزيت وبيقول له احلى وجبه دي ولا ايه، وبيأمر صحابه يهجموا عليهم ويقشروهم الاول. بيبداوا بالفعل بالهجوم لكنهم في الوقت ده بيقلبوا خرفان حرفيا وبيعجبوا بالزعيمه، وده كان بسبب ان بطلنا كان حاطط شراب الحب اللي بطلنا كان حاططه لهم في الاول في الاكل. حتى الدب الكبير بيهجم عليها هو كمان، شكلهم كده عاوزين يسحبوا منها اعز ما تملك، لكن هي بتضربه في وشه علشان تفوقه. والبنت في اللحظه دي الوحوش بيهجموا عليها من تاني، فبتستغل البنت صاحبه بطلنا الفرصه وبتهجم عليها، وخلينا نسميها بقى ام احمد علشان انا زهقت. اما الزعيمه بتبدا تفعل قوتها ولكن ام احمد بتهجم عليها بالسيف. اما الدب بيقول ازاي ده يعمل فيا كده، وبيقرب منه وبيقول له ده انا هكسر كل عظمه في جسمك يلا. بطلنا بيطلع له المسدس بتاعه وبيقول له ان انا هديك حاجه هتحبها جدا، الرصاصه يا عزيز المشاهد صف نيتك. وبيضربوا رصاصه بيفاجئ بيها ام احمد والزعيمه، وبيترمي الدب على الارض والزعيمه بتقول محدش هيخرج من المكان ده عايش. ام احمد بتقول لا عند امك يا بنت. اما بطلنا بيكون فرحان علشان خلص عليه، لكن الدب الاسود بيقول له مش عيب والله تعورني كده. بطلنا بيشق على نفسه من كتر الرعب انه ما ماتش يعني، والواد السمين بيدي سبرنت وبيجري، والدب هاله كبيره بتكون محوطاه وبيقول له ان انا مش هموت، انت بتاثر فيا بس مش هتعرف تموتني في الاوقات اللي زي دي. وطبعا في الاوقات اللي زي دي بطلنا بيتجه للنظام واللي بيطلع له عربيه وقنبله عاديه وقنبله دخان. بطلنا بيكمل ضرب على الدب لكن ولا بيتاثر فيه. حلوه بقى نقول يا جدعان، وبيهجم على بطلنا لكن بطلنا بيستخدم قنبله الدخان وبيعميه، وبطلنا في الوقت ده بيفلق لكن بيقول له الدب امي تبقى رقاصه ياد لو سيبتك. وبيجري وراه وبنلاقي بطلنا بيجري قصاد الواد التخين وراه يعني، والدب بيقول له انت بقى بتجري على رجلك يلا ده انا هجيبك. اما الواد التخين بيقول له ارجوك ما تجريش جنبي، انا والله لسه فيا حلو عايز اتجوز، والله فكرني انا كمان نفسي اتجوز يا جدعان والله. الحال بقى من بعضه بس مش وقته دلوقتي يعني. بيتقدم بطلنا اكتر علشان الواد التخين يكون هو الفريسه ليه، ويأخروا برده شويه وقت عقبال ما بطلنا يتصرف. لكن قبل ما ياكل الراجل التخين راح بطلنا حط له القنبله في بقه. القنبله بقى نيتك عزيزي المشاهد اهدى بقى مش كده، واللي بينفجر في اللحظه دي لكنه مش بيموت برده. قلت لكم يا جدعان حلوف يعني. لكن بطلنا بيستدعي في اللحظه دي العربيه علشان يفرمه، لدرجه ان العجل بيفتكرها وحش كتخيبه يا عبيط، وبيدخل مع بطلنا العربيه وبطلنا بيهجم عليه بالعربيه، واللي الدب بيكون مستغرب من الوحش ده ولكن بطلنا بيعمل معاه جلاشه واخيرا بيقتله. وبطلنا بيفرح بيقول ان ده كنز وهيشيله على العربيه. اما ام احمد بتستخدم قوه التكوين بتاعتها علشان المواجهه المباشره مش هتعرف تكسبها فيها، لكن الزعيمه بتستخدم افضل مهاره والفريده من نوعها وهي حجر القبر الشرير، وبتبدا انها تهجم عليها. ولكن بطلنا بيجي في الوقت ده وبيخبطها بالعربيه وبتساله على الدب وبيقول لها ورا نايم بس نوم عميق جدا. بتغضب جدا الزعيمه انه ماتوا وبتبدا انها تفعل قدرتها بكل قوتها وبتوجهها على بطلنا. وام احمد بتحاول تحميه ولكن ما بتعرفش تصد الضربه من قوتها وبتتجه على بطلنا تشين. ولكن المفاجاه ان بطلنا بيلاقي ان هو ما ماتش اصلا، بل بالعكس ان هو امتص القوه دي كلها. والبنت بقت بتستغرب وبتغضب في نفس الوقت وبتهجم على بطلنا، لكن بطلنا بيدوسها بالعربيه. ام احمد بتستغل الوضع وبتهجم عليها في الوقت ده، لكنها بتوعد بطلنا ان هي هتجيله تاني وهتعمل من وراكو شاورما. والعجل ده بيكون فرحان انه الامر انتهى خلاص لحد هنا. اما ام احمد بتقع على الارض لان قوتها انهارت وبتقول انها لازم تروح لجبل وحش الشيطان لانها اتعورت جامد جدا، ولو ما راحتش خلال يوم تاثير الزعيم هيأثر في قوتها الروحيه. وبياخدها بطلنا في العربيه وهي في الطريق بيكون مذهوله من تكنولوجيا بطلنا. الواد التخين بيبقى قاعد ورا مع الدب وبيقول له نزلني يا عم علشان انا عايز اتجوز. قال له بطلنا بعد ما نودي ام احمد تتعالج، واللي بطلنا بيوصل فعلا للحدود عند الحراس لكن بيتفاجئوا من الوحش ده. لكن ام احمد بتطمنهم بتقول لهم ان دي انا، وبيكونوا فاكرين ان الوحش اكلها اصلا. وبينزلها وام احمد بتشكره وبتقول له ان الامور كانت هتبقى اسوأ بكتير، اطلب اللي انت عايزه وانا هنفذه لك. بطلنا بيطلب منها ان هو عايز يزرع بذره الخلد زي بقيه الناس. بتقول له ان ده صعب جدا دلوقتي وانها ترجع للطائفه بتاعتها الاول. بعد كده هتكلم المعلم بتاعها. اخوها في الوقت ده بيجي وبيكون قلقان عليها وبتعرفه اللي حصل مع الزعيمه وبتعرفه ان بطلنا انقذها، لكن بيتضايق لما بيعرف ان بطلنا بشري ومش بيسمح لها ان هو يدخل لانه بشري. لكنها بتصر على رايها وهو ما بيكونش مصدق انه انقذها اصلا وانه اصلا ضعيف جدا. وبتقول له مش بس انقذني لا ده كمان قتل الدب الشيطان، وبالفعل بيتاكد من ده لانه بطلنا بيكون جايبه معاه وبيبقى مذهول من قوه بطلنا. لكن اخته مش بتعرف تكمل كلامه وبتبدا تنزف جامد وبياخدها اخوها علشان يعالجها، وبيطلب ان بطلنا والتخين يجوا معاه لكنه مش بيبقى عايز يدخل علشان يرجع للجواز. ولكن الحراس بيدخلوه علشان قائد قال كده وان هو لازم يسمع الكلام. واثناء ما بطلنا بيرتاح وبياكل التفاح وبيتكلم مع الواد العجل ده، في ولد صغير بنلاقيه بيتضرب وبيفضل يهين الواد الصغير ان هو يمشي، ولكن بيعض الواد من ايده وبيرميه الراجل في الارض. بطلنا بيكون شايف ده وبيغلى جدا من جواه. الراجل مش بيسكت بس كده وبيستخدم قوته وبيجيب نسر علشان يموته. قبل
وقبل ما يقرب عليه بطلنا بيقتله بالمسدس. الراجل بيتصدم وبيتعصب على بطلنا انه قتل زهرته، وبيطلع سطور علشان يقتله، ولكن بطلنا بيوقفه بيقول له ان انت مش عارف انا مين، انا ابن عم القائد. لكنه بيضحك عليه وبيفضل يتنمر عليه علشان هو كذاب، واللي بيقول له ممكن تساله بنفسك، واللي بيجي لهم في الوقت ده فعلا. وبيقول له على الراجل اللي كان عايز يقتل الشاب الصغير ده، والولد الصغير بيحكي له على اللي حصل، ولكن الراجل بيكذبه. لكن القائد اصلا بيسحب بطلنا وبيمشي، وبطلنا بيستغرب من كميه البرود اللي هو فيها دي، والواد التخين ما بيبقاش عارف هيعمل ايه لوحده. واللي بيقابل ام احمد وبتقول لبطلنا انها توسلت لمعلميها ان هو يفحصه، وان هو يفحصه كمان فحص دقيق جدا، وبتقول له خليك محترم في كلامك معاهم، واللي فعلا بيسمحوا له بالدخول وبيدخل مع ام احمد. وبتبدا ان هي تعرفهم على كل الناس اللي موجودين هنا، وان الرجاله الكبار في السن هم اللي بيتولوا امر الدوله. اما المعلم بيقول لها هو ده بقى الراجل التقني اللي انت جايبهولي، ده عيل بشري واضع ذليل مالوش اي 60 لازمه. بتقول ان هي استشارت المستشارين في ده واستاذنتهم. تبدا تفهمه ان التكنولوجيا ليها تطور جميل جدا، غير التطور ده ان هو هيقدر ان هو يساعدهم في القتال. واللي في الوقت ده بتطلب من بطلنا ان هو يبدا ان هو يفعل التقنيه بتاعته، بياخدها في الوقت ده المعلم السلاح بتاعه، ما بيبقاش عارف كل المواصفات بتاعته ولا عارفه كويس جدا. لكن بطلنا بيقول له من الاحسن ان انت اصلا ما توجهوش ناحيتك، واللي بالفعل ما بيسمعش الكلام وبيضرب نفسه، بيبقى مش مصدق ايه اللي حصل له، وبيبقى مستغرب من القوه بتاعت السلاح دي. الغبي هيفضل طول عمره غبي والله. بطلنا يعني بيستغرب ان حتى الراجل مش بيتمس اي حاجه منه، يا دوبك بس اكن الطلقه كانت بتهرش له ولا حاجه. وفي الوقت ده مستشار الرئيس بيشوف السلاح بتاع بطلنا، بيبدا ان هو يضرب على نفسه الطلقات وبيوقفها، واللي في الوقت ده بيقطع المسدس لقطع صغيره، وبيبدا ان هو يحيط بطلنا بهاله كبيره جدا. بطلنا بيكون مصدوم من اللي حصل، لكن البنت بتطمنه وبتقول له ان هو بيفحصه مش اكتر، وبتساله البنت لو هو في فرصه دلوقتي ان هو ينفع يتدرب. وبيقول لها هو انت عارفه ليه هو اساسا ما عندوش جذور روحيه؟ فبتقول له لا ما اعرفش. بيقول لها علشان تم استخراجها اصلا. طبعا هما الاتنين بيتصدموا، وهي بتقول ازاي في حد ممكن يقدر يعمل حاجه زي كده بالبشاعه دي. بطلنا بيكون مصدوم ازاي تم حفر الجذور الروحيه بتاعته، بيبقى مش عارف يتذكر اي حاجه خالص. اما المعلم بيقول لها ان هو ممكن كان ان هو يكون مفيد، وان هو فعلا كان عنده قدرات خاصه وكل حاجه، لكن بطلنا دلوقتي الجذور الروحيه بتاعته تم استخراجها، ودلوقتي ما بالوش اي 60 لازمه. بتساله لو في اي طريقه ان هو يقدر يتعافى بيها، بيقول لها ان في طريقه واحده بس، الطريقه دي هيقدر ان هو يجدد بيها الطاقه الروحيه بتاعته. فبطلنا بيساله ايه هي، فبيقول له ان هي فاكهه معينه كده اسمها فاكهه جونسونج. بطلنا بيستغرب ان اساسا الفاكهه دي فعلا موجوده، وان هي موجوده في الغرب من المملكه. وبيرد عليه المعلم وبيقول له ده ما يمنعش ان في امل ولا حاجه، وان تم حبس فاكهه الجنزج على بعد 500 ميل من الجبل الخلفي، وان ما فيش اي طريقه ان انت تقدر تحصل عليها اصلا. فالبنت بتقول له ما فيش اي طريقه تانية يقدر ان هو يقدر يستعيد بيها الطاقه الروحيه بتاعته، او اي طريقه يقدر ياخد بيها الفاكهه دي. لكن المستشار بيقول لها ما فيش اي حاجه. لكن بتذكر في الوقت ده وبتقول ان في خالدين كانوا بيشربوا عصير الجنسنج في هوشوان، لكن المكان بقى مسكون وكان بيحيط بيها الضباب، وهي ما اعرفش بقى لها كام سنه مهجوره، لان ما بقاش اي حد في المكان ده. بس بتقول له من المستحيل دلوقتي ان حد يقدر اساسا يحصل عليها. لكن بطلنا في الوقت ده بيبتسم ابتسامه كده، والمعلم بيقول له ان انت خلاص يا ابني حياتك ما بقاش ليها اي لازمه، وحياتك يعتبر خلاص بقت فانيه، فروح شوف لك حته تنام فيها خلاص. لكن بطلنا يسكت لا والله، وبيقول له ان انا هحاول على قد ما اقدر، انا عايز اعيش وعايز استعيد الجذور الروحيه بتاعتي، وانا هفضل اعمل كده لحد ما احصل عليها. بيقول له ان الدخول هناك صعب جدا، وحتى لو دخلت كل حاجه مش هتقدر ان انت تخرج منها سليم، يعني انت هتتحول في الاخر لبخار ميه. لكن بيطلب منه بطلنا ان هو يسيبه هنا فتره ويحاول على قد ما يقدر ويعمل اللي عليه في الاول وفي الاخر. وبيقول له اعمل اللي انت عايزه، بس انت عارف ان خلاص مصيرك انتهى لحد هنا مع الشيطان. بيامر اخوه ان هو ياخده لاسفل الجبل، وبيتقول له ان هو بس ما انقذنيش، لا ده كمان ان هو اتخلص على الدب الاسود وجابه هنا للعشيره بتاعتنا، فانا مدينه ليه بمعروف كبير جدا ولازم ان احققه له. لكن المستشار لما بيعرف ان دي خلاص فيها جميله بيقول له خلاص في بيت مستعمل كده هنخليك تقعد فيه لمده سنه، وبعد كده انت تروح، والله مت تعيش انت بقى وبراحتك، اعمل اللي انت عايزه. والبنت بتخرج معاه لبره وبتقول له ان انا عملت اللي عليا وما اقدرش اساعدك في حاجه اكتر من كده، وانا شايف اننا من المستحيل نقدر ناخد الفاكهه بتاعت الجلسنج، لان المكان دلوقتي بقى مرعب ما بقاش على حاله طبيعيه خالص. بطلنا بيتفاهم الامر وبيساله هو بتنمو ثمار الجلسنج فين بالظبط، وبيسالها لو في اي جبال تانية بالاضافه لجبل الوحش الشيطان. بتقول له والله انا ما اقدرش افيدك في حاجه اكتر من كده، ده اللي انا اعرفه ان هو بينمو في الجبل الشيطاني. لكن بتتقال ان كان في اسماء تانية في الماضي، لكن انا مش متذكراها ولا عارفاها دلوقتي خالص. ممكن انت تروح على المكاتب وتشوف وتقرا كتب لو عرفت ان انت توصل لحاجه. ولكن ما بيلحقش بطلنا يكمل كلامه، واخوه بيبدا ان هو يجي ياخده. بيقول له بطلنا ايه يا عم ما تسيبني شويه بس عايز اتكلم، لسه ما خلصتش
كلامي. المهم على الناحيه التانيه بيوصلوا المكان اللي هيقعد فيه، لكن بطلنا بيبدا يعزم عليه ان هو يشرب كوبايه قهوه، ولكن هو ولا بيعبره وبيسيبه وبيمشي. بطلنا كلاون يعني عزيزي المشاهد. واللي في الوقت ده الواد التخين بيطلع له بيقول له ها دلوقتي هقدر امشي؟ بيقول له يا عم يلا غرفي ده، شوف انت عايز تروح فين يلا وروح. بيقول له ها اخيرا هقدر ان انا امشي دلوقتي واروح احصل على الزوجه بتاعتي؟ خربتك انت وزوجتك والله يا عم قرفتنا. بطلنا في الوقت ده بيقعد يفكر وبيقول ان هم مش عارفين ان هم ياخدوا الفاكهه بسبب العزل الضبابي اللي موجود، واللي انا اقدر ممكن اتخلص من الوضع ده بحاجه واحده بسيطه جدا، ان انا لو جبت درع مضاد للكيمياء والحاجات دي كلها هقدر ان انا اخده بكل سهوله. وبيفتح النظام وبيعرف ان هو معاه 57 نقطه، وبيقول يلا بقى نحاول نجيب اي حاجه كويسه ممكن تنفعنا. وفي الوقت ده بيقدر ان هو يحصل على مسدس كويس وقنبله وكارت الشاشه معرفش والله يعمل بيه ايه. المهم بيقول ان الادوات دي معظمها كويسه، يلا بينا نكمل ونجيب بقيه الحاجات. وبيجيله بعد كده حزمه العاب وبطاريه، حرفيا بيجيله حاجات ملهاش اي 60 لازمه ولا هتفيده باي حاجه. بطلنا هو قاعد فجاه بيجيله الواد العجل مره تانية. بطلنا بيقول له ايه رجعت ليه؟ مش انت كنت رايح تتجوز؟ اللي جابك هنا تاني؟ لكن بيقول لي بطلنا ان الحراس مرضوش يمشوه لان في حفل بيقام كل 10 سنين مره واحده، وان هو لازم يروح هناك يختبر القوه بتاعته، ولو فشل في ده يقدر ان هو يمشي عادي. بطلنا بيقول له ان انت كده كده فاشل، فانت كده كده روح وانت كده كده هتنزل عادي بكل سهوله. فبيقول لي بطلنا ايه ده انا ما فكرتش في ده كده قبل كده ليه؟ انت كلامك صح انا هروح دلوقتي. وبطلنا في نفس الوقت بيقول ان انا هاجي كمان معاك، انا ما فيش اي حاجه اعملها. وبنروح لمعلم القدرات واللي بيكون عند جبل وحش الشيطان، واللي مجرد ما بيلمسه بيبدا ان هو يشوف القدره الجذريه الروحيه بتاعت اي شخص. والمعلم بيقول لهم يلا كل واحد ورا التاني، واللي الطلاب يخشوا واحد ورا التاني، واحد بيفشل واحد بينجح وهكذا بتمشي الامور لحد ما بيجي دور بطلنا والعجل. ولكن في الوقت ده اتنين بيقطعوهم، واللي بيقول له خلي ابننا يروح هو اللي يروح يختبر الاول. بطلنا بيقول له ايه واحنا شفافين قدامك ولا ايه؟ ما تخليه يا عم يقف في الصف زينا. بيقول له انت عبيط ياض ولا ايه؟ انت مش عارف مين ده من افضل العائلات اللي موجوده هنا، لان ما فيش اي عائله زيها موجوده هنا. واللي بطلنا في الوقت ده بيعمل العمله الحمقاء بتاعته بتاع كل مره، وبيخلي الناس كلها تبص له وبيقول لهم بصوا يا جدعان العائله الواقعه دي المفروض ان هي سريه وكويسه، يعني جايين دلوقتي ان هم يقطعوا الطابور بتاعنا. بيبقى كمان عايز الواد يضرب بطلنا، لكن بطلنا بيقول له انت بتجرؤ كمان ان انت تضربني قدام المعلم كده عادي؟ لكن الواد كده بكل عنطزه بيقول له بقول لك ايه اسال حتى المعلم نفسه عني، ما تلغيش كتير الله يسترك علشان دماغي مصدعه. واللي المعلم في الوقت ده بيقول للواد فعلا ان هو يتقدم ويخلص ويشوف القدرات بتاعته. بطلنا طبعا دمه بيشيط ان مفيش عدل وان مش عارف ايه نوع الناس دي، لكن الواد التاني رجع تاني للعنطزه وبيقول له بقول لك ايه انا هديك فرصه تانية كده عشان ما اقتلكش، اعتذر لي وانا هديك الفرصه دي ان انت تعيش. لكن فعلا بيعتذر له بطلنا، بيبدا ان هو يديله القنبله على اساس ان هي حاجه ثمينه كده ليه اعتذارا يعني عن المشكله اللي هو عملها. اقسم بالله يا جدعان بطلنا ده دماغه متكلفه، لان هم كده كده مش فاهمين ايه ده ولا اي حاجه، لان هم ما يعرفوش اي حاجه عن التكنولوجيا يعني. واللي الواد بياخد منه القنبله وبيقول له ايوه انا عايزك مطيع كده دايما. واللي في الوقت ده عزيزي المشاهد بطلنا كان شد الخاتم، ويعني ما كلها الا ثواني قليله وتنفجر في ايده. والواد بيكون شايف القنبله حاجه جميله جدا، ده غير ان هي قاعده بتطلع دخان، لكن الواد العجل بيبقى عارف ان في حاجه مريبه تحصل، فبطلنا بياخده وبيطلع يجري. واللي في الوقت ده بيحصل فعلا انفجار، والمعلم بيجي وبيقول له ان الامتحان هيفضل مستمر. طبعا بيبقى بطلنا مستغرب ازاي الناس بيعاملوه كده. المهم الواد العجل بيبدا ان هو يتقدم علشان يفحص قدراته، واللي عزيزي المشاهد اول ما بيحط ايده حرفيا بتطلع هاله كبيره جدا والناس كلها بتستغرب منها. هو بيبقى راجع بيقول خلاص ان انا فشلت وخلاص انا همشي بقى من هنا وارجع اتجوز تاني، احنا مش هنخلص انا عارف من سيره الجوازه دي. لكن المعلم فجاه بيوقفه بيقول ان الجسر الروحي بتاعه نظيف وعالي جدا، حتى الناس كلها بتستغرب منه وبتفضل تقول له ان هو محظوظ جدا ان هم اول مره يشوفوا جسر روحي كده. لكن العجل بيقول له انا عارف ان ما حصلش حاجه كبيره جدا، انا دلوقتي انا هروح البيت. لكن المعلم بيمسكه كده بيقول له انت عبيط تروح البيت ايه؟ ده انا رقيتك كمان دلوقتي لتلميذ المحكمه الداخليه لجبل وحش الشيطان. بيقول له انا ما اعرفش هقعدك قد ايه، لكن جبل وحش الشيطان اخيرا بيبقى فيه جزر روحيه عالي الجوده. بيقول له طب انا هقدر ان انا اروح امتى؟ بيقول له تروح تعالى معايا، وبياخده بيطير بيه. بيقول له لا انا عايز اروح سيبني انا عايز اروح لزوجتي. بطلنا في الوقت ده بيتصدم يا جدعان جامد جدا، تخيل كل العجل ده وعنده كل القوه في الجزر الروحيه بتاعه ده، وبيقول بما ان ده بقى عنده قدرات خارقه امال انا بقى هيكون عندي ايه؟ واللي بالفعل بطلنا بيتقدم في الوقت ده ان هو يفحص قوته، واللي بتطلع حاله غريبه جدا على شكله قوس قزح، والناس كلها بتكون مبهوره بيها جدا، وان هو كمان افضل وابهر كتير جدا من الراجل السمين. الناس حرفيا كلها بتكون مصدومه صدمه كبيره جدا. واللي بطلنا في الوقت ده بيتألم جامد جدا في راسه، بيبدا يتذكر كده ان هو كان مقيد
بالسلاسل. بطلنا بيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل، لكن بيقول ان اكيد في حاجه غامضه بتحصل. بطلنا بيستغرب من قوته الجامده دي، وبيعرف علشان كده ان هو تم استغلاله، وان هو كده افضل جسر روحي في الثلاث ابعاد اللي فاتوا دول. لكن بطلنا في الوقت ده للاسف مش بيتاهل، بيبداوا ان هم ياخدوا اللي بعديه، وده طبعا لان الجذور الروحيه بتاعته محفوره وتم استغلالها. بطلنا بيفضل يشتم على خد الجذور الروحيه بتاعته، بيقول ان هو لازم يعرف مين اللي خدها ويتخلص منه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بطلنا راح لجبل الشيطان اللي المفروض ان هو هياخد منها الفاكهه اللي هو كان عايز ياخدها، واللي هي ممكن ترجع له الطاقه المحفوره بتاعته، لكن بيكون مليئه بالضباب ما بيكونش حتى عارف يشوف. بيقول ان من الصعب فعلا ان العثور على فاكهه الجنسج في الجبل ده، واللي بيحط ايده يختبر الحراره، واللي ايده فعلا بتتحرق، واللي بيعرف ان موجود فيها حمض الكبريت، واللي بيكون في حاجز هو اللي بيمنع الدخول ليها. وبيقول انا خايف حتى لو جبت البدله، انا خايف برضو ان هي ممكن ما تعملش معاها اي حاجه، ممكن اشوف اي طريقه تانية اخش بيها. لكن في الوقت ده بيظهر له وحش شكله غريب جدا ومرعب، وبيعرف ان هو جاي علشان دم بطلنا بيقول كويس ان هو ما يقدرش يخرج من الحاجز الضبابي ده، بيقول ان هو هيرجع دلوقتي ويبقى يشوف الموضوع بعدين. والصدمه هنا عزيزي المشاهد ان احنا بنشوف اتنين جوه العازل ده، والاتنين دول بيكونوا معلمينه، وبيقولوا ان في الاخر ان هو كويس ان هو مش مجموعه الشيخ، واللي بيقولوا ان احنا مش هنعمل الكلام ده بنفسنا، احنا هنتصرف دلوقتي. وفي وسط الظلام الدامس عزيزي المشاهد بنشوف الواد الصغير ان هو مش قادر يتحكم في القوه بتاعته، بيبدا ان هو يشم ريحه دم غريبه جدا، فبيخرج بره البيت، واللي في الوقت ده بيشوف وحوش شكلها غريب جدا، واللي في الوقت ده بتتوجه ناحيه بطلنا في الوقت ده بيتصدم جدا الوحش دي اللي كان لسه شايفها هناك، والوحوش في الوقت ده بتبدا ان هي تهجم عليه، لكن الواد الصغير بيبدا ان هو يوقفهم بايدين الاتنين، وبيقول له حاول ان انت تجري دلوقتي علشان ما اقدرش امسكهم اكتر من كده. بطلنا بيطلع المسدس وبيضربهم، ولكن حرفيا مش بتاثر فيهم، بيتعدي من عليهم. فبيستغرب بطلنا ايه نوع الوحش ده، فبيقول للواد الصغير دي نوع بتاخد الدم بتاعك، فحاول تجري باسرع وقت. فبيقول له ان انا لو مشيت انت هتعمل ايه، فبيقول له ان انا هحميك لان انت حميت حياتي مره. لكن الوحش بيشيل ايده وبيرميه لبعيد، ويبدا ان هم يهجموا على بطلنا، لكن بطلنا في الوقت ده بيطلع له الدميه على اساس ان هو يمص الروح بتاعها، واللي بالفعل فعلا الوحش راح مسك الدميه وخدها. بطلنا حتى نفسه هو ما بيكونش مصدق اي حاجه من اللي حصلت دي. اما الوحش التاني كان ليه بالمرصاد، والوحش الاول اساسا فرتك الدميه ورجعوا له تاني هما الاثنين. والواد الصغير بيقول له ان في حد عايز يأذيك انت بالقصد، علشان كده عايز ياخد الدم بتاعك. بيبدا وحش ان هو يمسك بطلنا ويخنقه، اما الولد التاني بيهجم على الوحش، ولكن الوحش بيقدر ان هو يتملك منه وبيمسكه هو كمان يخنقه. الواد بيكون مستغرب ان الفاكهه دي غريبه جدا، وازاي هو مش قادر ان هو يتخلص من الوحوش دي. بيبقى خلاص هيخلص على بطلنا، فجاه بيحصل حاجه غريبه جدا، وهو ان القبر بتاع الظلام اللي خده من الزعيمه بيبدا ان هو يطلع مره واحده، واللي الوحشين بيكونوا خايفين منه جدا، وبيبدا القبر ان هو ياخدهم ويمتصهم كلهم، وبيبقوا عباره عن عظام. والواد الصغير بيكون مذهول من اللي حصل، وانه اول مره يشوف ان يتم امتصاص اشباح كده بالكامل، وان من الصعب ان انت تقتلهم اصلا مش كمان تمتصهم كلهم. لكن حتى هو ما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف يرد على الواد على اي حاجه خالص، وبيقول ان دي ثروه المفاجاه. واللي في الوقت ده بيمتص بطلنا كل ده، وبيدخل جوه جسمه وبيندمج معاه. بطلنا بيحس فعلا ان المره دي مختلفه لانه اندمج معاه دلوقتي بشكل كامل، وبيبدا ان هو في الوقت ده يشعر بالقوه والهاله بتحيط بيه. بيقول ان القبر ده دخل جوه الجذور الروحيه بتاعته، لكن فجاه بيحصل دوامه كده في بطنه غريبه جدا، وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. لكن بيقول انه هي مش زي الجذور الروحيه اللي بتنتشر في كل الجسم، لان هي بيكون مخزنه في بطنه بس كلها. وبيقدر بطلنا في الوقت ده ان هو يحرك قوه الريكي بتاعته، بيبدا ان هو يجربها، بتعمل انفجار كبير في المكان. وبيقول ان تم حفر الجذور الروحيه بتاعتي، ولكن القبر ده عمل من جسدي حاجه غريبه جدا واعطاني قوه انا مش فاهمها دلوقتي. لكن الواد الصغير بيتفاجئ في الوقت ده، وبيقول له ايه ده، هو انت شبح ولا ايه؟ بطلنا بيقول له شبح ايه يا ابني وانا عشان عامل الكره السوداء دي؟ فالواد الصغير بيجهز نفسه علشان يهجم على بطلنا، لكن بطلنا بيهديه بيقول له يا ابني انا اخوك ولا ايه، انت نسيت انا مش شبح ولا حاجه، بطل عبط. فبيقول له رد عليها بصراحه، انت عضيت رجل واحد امتى امبارح؟ بيقول له ان هو ما عضش ولا عمل اي حاجه، لكن الواد بيستغرب ايه اللي بيحصل دي وايه القوه دي ومش فاهم اي حاجه. بطلنا حتى نفسه بيقول له والله يا ابني انا ما فاهم اي حاجه زيك. بطلنا بيقول له ده ممكن يكون بسبب تاثير القبر ده، لكن الاكيد ان انا مش مزارع للاشباح. لكن بيرد عليه الواد الصغير بيقول له ان هالتك اللي كانت موجوده دلوقتي هي هاله الاشباح، ولو اتعرفت لاي حد هيعمله من وراك شاورما، فما تكشفش نفسك للناس خالص في المستقبل. بطلنا بيكون مستغرب من اللي بيحصل له، بيقول ان الجذور الروحيه بتاعته تم الحفر عليه على القبر ده، وعلشان كده ان هو لازم يحصل على فكه الجنسنج دي في اسرع وقت ممكن. لكن الواد الصغير بيتفاجئ ان هو عايز كمان يجيب الفاكهه دي، لكن بطلنا بيقول له طب انت عايز الفاكهه ليه؟ طب انا عايزها عشان حاجه معينه، انت عاوزها ليه؟ لكن في الوقت ده بيسمع اصوات غريبه جدا، والمفروض ان الناس دي كانت جايه علشان تاخد جثه بطلنا. وبيفتح الباب وبيقول ان هو هيجيب الجثه بتاعت الواد ده في اسرع وقت، لكن بيتفاجئ في الوقت ده ان بطلنا عايش وبيشرب الشاي عادي. لكن التاني بيدخل عليه وبيكون مستغرب
جدا ان بطلنا ما ماتش. بيقول له هو الوحوش ما جاتش ولا ايه؟ لكن بيقول له بطلنا لا يا حبيبي ده موجودين وانا قتلتهم اصلا. لكن بيستغرب من بطلنا ازاي طفل زي ده قادر ان هو يخلص على الوحشين دول. فبيقول ان عمه اساسا بيقول ان الاشباح دي اساسا ما بتموتش، فازاي انت قتلتها؟ دلوقتي انا بقيت خايف منك، لكن الوحوش دي لو ما قتلتكش فانا هخلص عليك بنفسي. لكن بطلنا في الوقت ده بيطلع المسدس وبيديله واحده هيت شوت في نص دماغه. الواد نفسه بيتفاجئ وبيقع على الارض. بطلنا بيقول اكيد كل واحد فيهم عندهم روح الدب الاسود. لكن الواد التاني بيبدا ان هو يهجم على بطلنا بالرمح بتاعه. بطلنا بيبدا ان هو يضربه بالمسدس، والواد بيكون خلاص هيموت. بيقول له ما تقتلنيش بدل ما عمي مش هيسيبك ان انت تعيش. لكن بطلنا بيقول له ده في احلامك، ووريني انت وعمك هتعملوا ايه. بيضربه بطلنا لكن بيعرف يتفاداها. وفي الوقت ده بيعرف ان هو يهجم على بطلنا، والطفل الصغير بيحذره. لكن قبل ما بيهجم عليه بطلنا بيتحيط بيه هاله غريبه جدا، والراجل بيبدا ان هو يتألم وبتطلع برضه منه هاله. بيقول له هو انت شبح ولا ايه؟ وبيبدا ان الدم بتاعه يطلع لفوق. مش كده وبس عزيزي المشاهد، بطلنا كمان بيسحب القوه بتاعته دي وبيمتصها وبيزيد قوته اكتر واكتر. بيعرف بطلنا ان هو يقدر يزيد قوته عن طريق ان هو يقتل الاشباح المزارعين دول. على الجانب الثاني بنشوف اتنين حكام، واللي دول المفروض ان هم كانوا بيرشدوا بطلنا على صومة إلسنج، اللي في الوقت ده ما كانوش بيصدقوا على روح الدب الاسود ده، وان ده كان مجرد خرافات. لكن في الوقت ده بيبدا ان هو يقلعوا الدروع بتاعته علشان يفحصها، ولما بيفحصها في الوقت ده بينصدم جدا لان فعلا الروح بتاعته مقاربه للروح الاسود. وده اللي خلاه في ذهوله قال ازاي بطلنا قدر ان هو يحصل على كل القدرات دي، والحاجات دي صعب ان هي تتصدق خالص. لكن الست اللي جنبه بتقول له خلينا كده نركز على هدفنا وان احنا نحصل على ثمرة الإلسنج. شكل كده بطلنا مش اللي لوحده اللي بيدور على الثمرة دي، اكيد في حاجه مخفيه وراها، اكيد هنعرف السر ده قدام. المهم يعني، واللي في الوقت ده بطلنا بيكون قاعد مع الواد الصغير واللي هنسميه ميدو علشان نختصر على بعضينا. واللي في الوقت ده بطلنا تشن بيساله على ثمرة الإلسنج وازاي ان هو ما قالوش من الاول ان هو بيدور عليها، واللي بيقول له ان هو في حاجات كتيره هيقولها له بما انه هو صديقه الوحيد. واللي في الوقت ده بيبدا ان هو يطلع له صولجان شكله غريب، واللي في الوقت ده بطلنا بيعرف منه ان هو ابن امبراطور كبير في البلده. اللي في الوقت ده بطلنا بيساله عن الحكيم الاعظم، لكن هو ما بيكونش عارف ايه هو الحكيم الاعظم ده اصلا. واللي بطلنا بيبدا في الوقت ده ان هو يساله اصلا عن الوحوش الاربعه القديسين، لكن هو برضه ما بيكونش فاهم مين دول ولا سمع عنهم قبل كده فين اصلا. لكن بيقول له اخر حاجه ان هو فاكرها من 1000 سنه كان في متاعب وحروب كتيره جدا، لكن من بعدها ما حصلش اي حاجه تاني. بطلنا في الوقت ده بيتصدم وبيقول هو مشي من البلده دي ولا ايه؟ واللي بيقول بطلنا ان هو المفروض اساسا في العالم بتاعه ده ان هو هيتتبعه هو، اما دلوقتي هو هيعمل ايه؟ لكن الولد الصغير ميدو بيقول له ان هو دلوقتي معاه الفاكهه، ولكن علشان يقدر ان هو يتحكم في المصباح ده لازم يعمل حاجه كبيره جدا. اللي في الوقت ده حد بيدخل عليه، اللي في الوقت ده بيساله عن ابن عمه، بيقول له المفروض ان هو كان موجود النهارده علشان يقتلك، هو راح فين؟ بطلنا بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ انت فاكر دخول الحمام زي يخرجوا ولا ايه؟ لو عايز تقتلني وريني يابا نفسك. اللي في الوقت ده بيقول له انا مش عارف ايه القوه اللي انت بتخفيها ولا ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها مع العائله دي، لكن اللي انا بوعده لك دلوقتي ان انا هعمل من وراكك شاورما ومن بعد 3 ايام هخليك تموت في صمت. اللي في الوقت ده ميدو بيحذره وبيقول له ان دول ما بيفرقش معاهم يابا اي حاجه، انت تعرف يابا ان هم ما بيهمهمش اساسا ان هم يعيشوا ولا يموتوا، مش بيهمهم اي حاجه، دول قاسيين جدا. اقول لك يابا على حاجه تاخدها من نصيحتي، امشي انت دلوقتي علشان ما يحصل لكش اي مشاكل. لكن بطلنا بيقول له ان انا ما ينفعش اغادر دلوقتي، وده بسبب لو انا مشيت دلوقتي فانا معليش اي حمايه واكيد هيهاجمني اكتر من الاول. اللي في الوقت ده الحراس بيبداوا يقولوا له انت ازاي هتستنى 3 ايام علشان تقتله؟ ليه ما كنت تخلص الحكايه كلها دلوقتي؟ لكن في الوقت ده هو بيقول لهم انا مش عايز اخلص الحكايه دلوقتي لان انا ما اعرفش الخلفيه بتاعته، واكيد هو مخبي حاجه كبيره عني انا لازم اعرفها الاول. والحراس بيقولوا له افرض ان هو مشي في خلال ال3 ايام دول هتعمل ايه؟ بيقول له لو هو كان اساسا ما عندوش اي خلفيه انا كان زماني مموته من بدري. واللي في الوقت ده الحراس بيبداوا ان هم يطبلوا له. اللي في الوقت ده بيظهر المعلم الكبير، واللي الراجل ده بيقول له في الوقت ده وانت مش المفروض تكون في المستشفى، ايه اللي جابك دلوقتي؟ واللي بيقول له ان تلميذ من التلاميذ بتوعك جه هنا. بيقول له ازاي واحد منهم ازاي يجرى ان هو اساسا يجي هنا؟ فبيضربه في الوقت ده المعلم ضربه في وشه وبيقول له يا تقول يا حقيقه يا هعمل من وراكك شاورما وهطلعك للي خلقك فوق السما. فبيبدا ان هو ينزل على ركبته وبيبدا ان هو يعتذر وبيقول له ان بطلنا قتل الوحش بتاعه علشان كده هو كان عايز يتخلص منه لان الحيوان ده كان غالي عليه جدا. المعلم الكبير بيقول له في الوقت ده انا ما بسالكش على كل ده، اللي انا عايز اعرفه دلوقتي ازاي التلميذ ده مات اصلا. وهنا ما بيقصدش التلميذ بكلمه التلميذ، قصده على الارواح الشبح اللي المفروض ان هي لا تقهر اصلا، ده حتى الراجل ذات نفسه بيتفاجئ ان هي ماتت. وبيقول له المعلم الكبير قبل ما تموت وتفارق الحياه لازم تعرف لي الشبح ده مات ازاي، وبيكون مش عارف هيعمل ايه لان دي المفروض حاجه كبيره جدا، وده اللي هيخلي العائله بتاعته غضبانه جدا.
جدا، وانه لازم يراقب ويشوف الموضوع ده بشكل اوضح بكتير. اللي على الناحيه التانيه بطلنا اساسا ما كانش متخيل ان هو ينتقل من زمن للتاني، لا ده كمان دلوقتي بيصارع الموت والحياه، وان دلوقتي لازم يكسر قواعد اللعبه، وان هو لازم يحصل على الثمار دي في اسرع وقت ممكن. واللي ميدو في الوقت ده بيقول له ان الكلمات اللي قالها لنا دي مرعبه جدا، وما ينفعش ان احنا نكون قاعدين كده على بعضنا، لازم نشوف حل للموضوع ده. اللي بيسالوه بطلنا في الوقت ده هل يقدر ان هو يربط القوه الروحيه بالرصاصه دي، وبيفكر بطلنا في نفسه بيقول ان هو لو قدر يعمل حاجه زي كده اكيد هتحل له مشكله كبيره جدا، وهو مش عارف دلوقتي هل هو هيهجم ولا هيعمل ايه بالظبط. لكن الواد بيقطع تفكيره في الوقت ده وبيقول له ان انت بس هتنقش تشكيل صغير عليه، وبعد ما تعمل النقش الصغير ده هتبدا ان انت توجه المهارات والقوه الروحيه بتاعتك فيه، وهتكون مستعد ان انت توجه الهجوم وتربطهم ببعض. بطلنا بيتفاجئ جدا في الوقت ده وبيقول له ازاي ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده، شكل كده يا جدعان هيكون في قوه جامده قوي جايه في الطريق. اللي في الوقت ده بيقول له ان الحاج جمعه في جبل وحش الشيطان هو الوحيد اللي ماهر في الحاجات دي، وهو اللي هيقدر يساعده. فبيقول له يلا طيب انت مستني يلا نجري على طول، ولا انت مستنيه هو اللي يعمل من وراكنا احنا شاورما. واللي بعد شويه بيكونوا وصلوا، واللي بيوريه مكان العم جمعه. لسه بطلنا ماشي في الطريق لقى الواد العجل موجود، يا رب ما يقولش المره دي تاني انا عايز اتجوز علشان اتخنقت والله. واللي بطلنا في الوقت ده اساسا بيتصدم، بيقول له سيبك من اللي انا كنت بقوله لك قبل كده، دلوقتي انا تلميذ عند الاستاذ جمعه، واللي دلوقتي اكيد مش هعرف ان انا ارجع واتجوز. يا جدعان حد يشيل الواد ده من قدامي يخرب بيت ام الجواز على ميتين اهلك يا عم عرفتني. واللي اول ما بطلنا بيعرف ان هو المعلم بتاعه بيتبسط جدا. اللي في الوقت ده بيروح عند المعلم واللي بيكون حداد، وبيبدا يحكي لهم عن القوه الروحيه اللي المفروض ان هم يستعملوها، وان هي قد ايه قويه جدا. لكن اللي في الوقت ده الواد البارد ده بيجي مره تانية معاه خنزير، واكن الخنزير ده كان فاهم كلامهم، وبيقول ان هو محتاج قوته ومساعدته ان هو علشان الخنزير ده عنده قوه هائله جدا، وان القوه الهائله دي هو محتاج ليها. لكن جمعه بيقول لهم ان انا ما عنديش فرصه ان انا اساعد غير واحد فيكم بس. لكن الواد ده بكل عجرفه كده بيقول له اكيد ان انت هتساعدني انا، لان انا كانت قوتي جباره في الاختبارات. لكن بطلنا بيقول له ان انت اساسا يعتبر ما كنتش موجود اصلا، افكرك ولا ايه؟ لكن الواد اول ما بيسمع كده بيبدا ان هو يهزقه. اللي في الوقت ده الواد بيتعصب منه جدا وبيقول للمعلم يلا خلينا احنا نبدا علشان انا مش عايز اتكلم مع الواد ده تاني. المعلم في الوقت ده بيقول لهم ان انا عندي فرن وفيه شويه حبوب، بس علشان الحبوب دي تخرج لازم شرط واحد يحصل، والشرط ده هو ان انت تبردها، ومن الصعب جدا ان انت تبردها. ولما تاخد الحبوب دي تقدر ان انت تدخل الجبل الشيطاني اللي بيبقى على 500 ميل ده، وهيساعدك كتير جدا في قوتك الروحيه. اللي في الوقت ده بطلنا بيقول له ان انت ما عندكش اي فرصه ليها، لان انت ما عندكش اي معرفه ولا اي افكار ولا اي حاجه عنها. اللي في الوقت ده بيطلع له شويه ارز، لكن ده ارز مش عادي، واللي بيقول له ان انت لو كسبتني هديك الارز ده اللي بيديك بالقوه الروحيه واللي بيطول في العمر. فبطلنا بيقول له بما ان انت هتراهن على الرز فانا اكيد لازم انا اراهن معاك، وانا اخلي لك حياه الواد التخين ده هي الرهان، دايما كده بيبيعوا في اي مشكله. المهم الواد بيقول له ان انتوا اساسا الاتنين مالكمش اي قيمه بالنسبه لي، وان انا موافق يعني مبدئيا. واللي في الوقت ده بيتوجه ناحيه الفرن، لما بيشوف بطلنا الوضع بيقول ان ده هيكون صعب جدا، لان المفروض ان انا عشان ابردها لازم اوصل للجذور بتاعتها. الواد التخين اول ما بيشوف الوضع كده بيقول ازاي هو هيقدر ان هو يفوز بالطريقه دي؟ ده شكلي انا كده اللي هروح فيها ولا ايه؟ انت نسيت يا ابني كان هيتعمل فيك ايه قبل كده ولا ايه؟ لا ده كده اهون عليك والله. لكن بطلنا في الوقت ده بيقول لا بس الكلام ده مش معايا انا نسيت ان انا اقدر دلوقتي اتحكم في التكنولوجيا، واللي بيطلع في الوقت ده تكييف. اللي في الوقت ده الاتنين بيتصدموا جدا ما بقاش عارفين ايه ده، لكن بطلنا بيشرح لهم ان ده تكييف واللي بيستخدموه في العالم بتاعهم علشان يبرد الجو. فبيسالوا ميدو في الوقت ده طب المفروض ده ان هو يشتغل ازاي كده؟ بطلنا في الوقت ده بيقول للواد العاجل مش انت بتقدر ان انت تطلع قوه كهربائيه؟ فبيقول له الواد ايوه بس انت عايز قوتها قد ايه؟ فبطلنا بيقول له انا عايزها 500 فولت. طبعا الواد ما بيكونش فاهم حاجه، لكن هو بيبدا ان هو يفعل القوه بتاعته عليها، واللي بالفعل في الوقت ده التكييف بيشتغل، في حين الواد التاني بيكون في الطابق اللي فوق اللي بيكون فيه نفس الفرن، وبيحاول بقوته السحريه ان هو يطفيها. وبطلنا هو وميدو بيكونوا قاعدين اساسا ومخمخين، والتكييف عمال بيهوى عليهم وبيضطر عليهم الدنيا. بطلنا بيقول تلاقيه دلوقتي عمال بيصوت مش عارف يعمل اي حاجه، واحنا دلوقتي في احلى راحه. في حين الواد التخين بيقول له انتوا يابا مرتاحين انا اللي مش مرتاح دلوقتي. بطلنا بيقول له يابا ده حاجات سهله عليك، هي كلها 100 واط بس في الساعه مش اكتر، يعني بعد ما نخلص كلها اساسا كيسين اندومي وهنخلص الحوار على طول. والواد ميدو بيكون مستمتع بالجو لان هو نقي جدا، وبيقول المفروض الحبوب اللي هم ياخدوها تكون نقيه وشديده كمان. بطلنا بيكون قاعد بيفكر في الحبوب دي لان المفروض ان الحبوب الشريره دي هتكبح حاجز الضباب. بيستغرب بطلنا بيقول هو ممكن يكون العائله هي كمان بتدور على الفاكهه دي ولا لا. اللي في الوقت ده عم جمعه بيقول لهم خلاص كده كل واحد يابا
يخرج من المخبأ بتاعه ويجي لي دلوقتي. اللي في الوقت ده الواد بيخرج له بيقول له ان انا مشيت على نظام المياه وان انا مشيت على جذورها بالظبط، وده اللي المفروض ان هو هيبردها بشكل مثالي جدا، وانا عملت المهمه على اكمل وجه. اللي في الوقت ده بطلنا هو كمان بيقول ان انا خلصت المهمه بتاعتي. وعم جمعه في الوقت ده بيقول له انا دلوقتي هقرر مين اللي هيكسب، بس لازم افحصها الاول. واللي بالفعل بيفحصها، لكن الحبوب دي بتكون متوسطه وكويسه نوعا ما، واللي هي هتفي بالغرض يعني، والحبوب دي بتكون بتاعت الواد المتعجرف ده. اما لما بيجي بقى ان هو يفحص بطلنا بيكون لونها ذهبي، وده اللي خلاه ينبهر بيها جدا. لا مش بس كده، كمان بيقول ان ده كمان بقى اكسير جامد جدا لدرجه انه ما فيهوش اساسا حتى خطأ واحد. وزيدك كمان من الشعر بيت ان ده افضل اكسير شافه في حياته، هو ما يقدرش كمان يعمل كده. الواد التاني بيشوف يا عيني الكلام ده بيتصدم جدا، وبيقول له ازاي انت تقدر ان انت تعملها بالجوده دي كلها. فبيسالوا عم جمعه في الوقت ده ازاي ان انت قدرت تعمل كده، فبيشرح له بطلنا عن التكييف وان هو ازاي يقدر يتحكم في درجه الحراره بتاعته، وان هو هيديها للناس المحتاجين والناس الكبار في السن. اللي بيعجب بيه في الوقت ده عم جمعه بيقول له تعالى ورايا، وبيبدا ان هو يفحصها كويس جدا، وبيقول له ايه كل الحاجات اللي انت جايبها دي، انت هتعمل ايه بكل القوه الجباره دي. اللي بطلنا بيقول له في الوقت ده ان هو يعملها علشان القتل، لكن هو بيستغرب بيقول له يا ترى انت هتقتل مين. واللي بيقول له مدير المستشفى المتنوع بيقول له ما تهزرش، انت ازاي هتقتله كده بكل سهوله، انت المفروض يكون عندك مزرعه كامله، وانت بتقول ان انت عايز تستخدم الرصاصات دي كمان علشان تدمجهم مع بعض، ده انت اللي كل اللي انت بتعمله ده كله مضيعه للوقت. فبيفهمه بطلنا ان هو كمان عايز يقتله، فاكيد يعني هو مش هيتقتل وهو ساكت، لازم يعمل حاجه يعني. بيقول له ان انت مجرد عامل صيانه، وانت بتورط نفسك في حاجات انت مش قدها، لو انا مكانك عمري ما كنت هعمل حاجه زي كده. وبيقول له ان انت قدراتك لسه ضعيفه وعايز تتمرن اكتر بكتير. واللي بطلنا في الوقت ده بيتفهم كلامه، بيبدا يفهمه الحاجات اللي هو المفروض يتعلمها، وان الطريق مش هيكون سهل خالص. لكن بطلنا في الوقت ده بيستأذن منه وبيمشي، بيقول له ان انت كنت المفروض تقعد تتوسل ليا. بطلنا بيقول له انا مش هتوسل ولا حاجه، لان انا اساسا هروح واعمل اللي انا قلت لك عليه. وبيستغرب جدا من عقليته وتفكيره. واللي على الناحيه الثانيه بنروح لمين عزيز المشاهد، لام احمد واخوها، واللي في الوقت ده بيكونوا قاعدين بينقوا الطاقه الروحيه بتاعتهم. واللي بتقول له في الوقت ده انا سمعت ان في حد عايز يقتل بطلنا، لكن بيقول لها ما تشغليش نفسك انت باي حاجه، لان طاقتك دلوقتي وجسمك كله محتاج استشفاء، ما تشغليش نفسك انت بس وانا ههتم بالامر ده. اللي في الوقت ده بيقابل واحد من الحراس وبيقول له لو في اي خبر حلو او وحش اياكوا حد يقول لاختي اي حاجه. واللي الحارس بيقول له في الوقت ده في المستشفى هل ان احنا نقصوا عليه ولا نسيبه ولا نعمله ايه، لكنه بيقول له اياك حتى تسيبه ان هو يقدر يدافع عن نفسه. وبيقول في نفس الوقت انا عايز اشوفه هو هيعيش ولا هيموت، وده اللي هيثبت لي النتيجه بتاعته الكامله، وانا مستني ده فارغ الصبر. ونروح لبطلنا وميدو وهم قاعدين مع بعض بعد ما عدى 3 ايام، وبيقول ان الوقت عدى وما فيش اي حاجه حصلت. واللي بطلنا في الوقت ده بيقول علشان أأمن نفسي من كل حاجه لازم استعمل النظام. واللي في الوقت ده فعلا بيستعمل النظام العشوائي، واللي بيطلع له حوالي اكتر من 10 حاجات اضافيه كلها يعتبر الغام وحاجات زي كده تساعده في اي حرب عموما يعني. الا على الناحيه الثانيه يكون الحارس بيكون واقف جنب الراجل وبيقول ان المفروض دلوقتي حان الوقت. اللي في الوقت ده بياخدهم وبيروحوا وبيقولوا يلا نعمل منه راك وشاورما. الا على الناحيه الثانيه بنشوف المعلم الكبير واقف فوق الجبل وبيكون مستني اي علامه او اي اشاره يشوف مين اللي قتل الشبح ده. اللي في الوقت ده بيوصل له جمعه عنده، واللي بيساله جمعه انت جاي تعمل ايه هنا، فبيقول له انت ايه اللي جابك هنا، فبيقول له انا جاي اشوف الراجل ده وهو بيتعمل منه راك وشاورما، وكلكم نفسكم تاكلوا ولا ايه يا جدعان. واللي بيقول له عامل صيانه صغير بقى هو عامل اهتمام كبير قوي جدا ليك كده، الدنيا اتقلبت ولا ايه يا جدعان، ده انت عندك حاجات كتيره قوي تعملها. واللي بيقول له ان اكيد الواد الصغير ده عنده عقل كويس جدا وانت اكيد برضو جيت علشان تشوفه. واللي في الوقت ده بيوصل لاخو ام احمد برضه هو كمان، وما بيكونش الوحيد، بيكونوا هما الثلاثه عايزين يشوفوا ايه اللي هيحصل. واللي بيقول له في الوقت ده انا جاي هنا علشان اشوف ايه اللي هيحصل وايه النهايه، لكن بيقول للمعلم الكبير ان اساسا تشين هيموت اصلا. لكن المعلم جمعه بيقول له ما تستعجلش كده، مستحيل ان هو يموت بكل السهوله زي ما انت شايف كده يعني، انا بقول لك الواد ده في وراه حاجه سريه. واللي في الوقت ده المعلم الكبير بيبدا ان هو يراهنه على سلاحه السري بتاعه لو بطلنا هو اللي فاز، لان هو متوقع هو اللي يخسر. بيكون جمعه متفاجئ في الوقت ده لانه عينه على السلاح من بدري. واللي بيراهن في الوقت ده كمان اخو ام احمد، هو اللي بيقول ان هو اساسا مش هيقعد اكتر من ربع ساعه عايش. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الراجل وهو بيقتحم الباب وبيدخل عليه بيقولوا ان انت نهايتك خلاص على ايدي. وبطلنا هو وميدو اساسا بيكونوا قاعدين عمالين بيشربوا الشاي، بيقول له انت متاكد دي هتكون نهايتي مش نهايتك انت. المعلم الكبير في الوقت ده بيقول المفروض ان هو لو عايز يعيش ان هو يجري، المفروض في الوقت ده ان هو يجري علشان ينقذ حياته، في حين ان جمعه كمان بيكون خايف ان هو يبقى في الوقت ده هيفقد سلاحين متطورين. وعلى الناحيه الثانيه الراجل بقى بيقول له انت معايا
معاند بقى مش كده؟ طب انا بقى هوريك. اللي في الوقت ده بيدوس على آلة متفجرة من بتاع بطننا بتفجر المكان. غبي كما اعتقدت عزيزي وعزيزتي المشاهدة والله. اللي في الوقت ده بيكون غضبان جدا وبيقول له ده انا هعمل من وراك شاورما. هو بيكون ماسك السيف وبيجي عند بطننا، ولكن برضه بيكون في حاجة متفجرة بتفجره مرة تانية. انت مش عارف بس تتقدم خطوتين لورا هتعمل من وراك شاورما ازاي؟ بيقول له ان انت مش خايف ولا اي حاجة رعبك، ده انت بس تم قصفك مرتين. بطلنا عزيزي المشاهد رايق وعمال بيشرب الفنجان بتاعه ولا همه اصلا. فالحارس في الوقت ده بيقول ان انت ما ينفعش تمشي طير، لان دلوقتي في حاجات احنا مش قادرين نشوفها. واللي بالفعل بيطير عند بطلنا في الوقت ده، اللي بمجرد ما بيوصل عنده برضه بيتفجر. يا عين الواد بقى صعبان عليا، كل ما بيجي قدامه بيتفجر. ده بطلنا لسه ما استخدمش معاه اي سلاح تاني، ده لسه سلاحه الاولاني. جمعة بيقول في الوقت ده يا لهوي كل ده بيحصل في اقل من ربع ساعه، ده شكلي انا اللي هكسب الرهان منكم انتوا الاثنين. اللي في الوقت ده المعلم الكبير بيقول له ده لسه ما عدتش حتى ربع ساعه، فاصبر يابا على رزقك كده. اما اخو احمد بيقول ان الحاجات المتطوره دي مستحيل ان هي تقتله عادي بالسهوله كده اصلا. واللي في الوقت ده بيأمر الجنود بتاع ان هم يهجموا معاه، ما يفضلوش يتفرجوا كده على الفاضي. اللي هم كمان لما بيتقدموا برضه بيتفجروا هم كمان. واللي ميدو في الوقت ده بيقول ان المتفجرات خلاص قربت تخلص، هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي في الوقت ده بيتقدم عليه بالسيف وبيقول له اكيد المتفجرات بتاعتك كلها خلصت دلوقتي. اللي في الوقت ده بطلنا بيندى على ميدو علشان يفعل المدفع بتاعه. اللي في الوقت ده هو بيهجم عليهم، وفي نفس الوقت ميدو هو كمان بيهجم عليه بالمدفع. اللي بطلنا في الوقت ده بيمر ان هو يضربه بالمدفع، ولما بيضربه بالمدفع بيضربه ضربه قويه جدا بتلزقه على الحيطه. حتى من صدمه المعلم الكبير بطلنا بياخد نقط بسبب كده. ما بيكونش مصدق جمعه اللي بيعمله بطلنا من جمدان، وبيقول ان اكيد ان هو هيموت قدام بطلنا لا محاله. واللي بالفعل بيكون بينزل جامد قوي في الوقت ده. بطلنا بيفضل يضحك وبيقول له ها مين اللي نهايته قربت دلوقتي، وبيقول له انت اذيتني كتير قوي بس انا برضو مش هستسلم. بيبدا في الوقت ده برضو ان هو يهجم عليه. واللي في الوقت ده بيأمر ميدو ان هو يضربه مره تانية، لكن لما بيضربه المره دي بيقدر ان هو يتفادى الضربه بتاعته، وبينجح ان هو يقدر يوصل لبطلنا. وبيقول له الفرق ما بينه وما بينك ان انا عندي اساليب خالده اقدر ان انا اقدر اموتك بيها. اللي في الوقت ده بطلنا بيفعل الدرع بتاعه، والدرع بيتكسر من كتر الضربه الجامده قوي دي. اللي بالفعل بطلنا بيكون اتصاب جامد شويه، بيكون قاعد بيضحك وبيقول خلاص ان مفيش قدامك اي حاجه دلوقتي وان انت هتموت. واللي بيكون المعلم الكبير قاعد بيضحك هو كمان لان هو خلاص عارف نهايتها، وبيقول له شكلي انا اللي كده اللي هكسب الرهان. وبيقول له ان دي لسه مجرد ربع ساعه، وانا فخور جدا بالطفل ده، وانا عارف ان هو عنده قدرات اكتر من كده بكتير. اللي بيمشي في الوقت ده المعلم الكبير وبيقول له ما تنساش ان انت تجيب لي السيف معاك. واللي بيقول ان اكيد الطفل ده اكيد ملوش اي علاقه بالاشباح. اللي في الوقت ده بيكون خلاص فكر ان بطلنا مات وان هو لازم يقتل الواد التاني. اللي بيفاجئه في الوقت ده بطلنا وبيضربه ضربه في دراعه، وبيتفاجئ المعلم الكبير وبيتفاجئ هو كمان ان هو ماتش ازاي لحد دلوقتي. بيقول له كده الضربه دي اساسا ما عورتنيش ولا عملت لي اي حاجه، فانا هاجي اكمل عليك. ما بيكملش كلامه بيلاقي ان دراعه اساسا انفجر. اللي بيكون متفاجئ جدا ان دراعه على الارض، واللي بيعرفه بطلنا ان هو ضاف القوه الروحيه بتاعته للرصاصات عشان يبقى ليها تاثير كبير جدا. اللي في الوقت ده المعلم الكبير بيقول له هو انت دربت ولا ايه؟ اكيد القوه الروحيه دي تبعك. واللي بيقول له في الوقت ده اكيد ان بطلنا اساسا جيت وصل لي، ولكن السيف بتاعك المفروض ان هو يهرب دلوقتي لان قدامه فرصه ان هو ينجو. قال يعني بيغيظوا زي ما غازوا ببطلنا في الاول يعني. اللي على الناحيه الثانيه بطلنا بيكون بيضربه بالرصاصات ويقول له يا تجري دلوقتي يا هتموت. والواد بيكون مصدوم جدا من قوه بطلنا ومش عارف يعمل معاه اي حاجه. اللي في الوقت ده بيطلق عليه روح غريبه جدا من بقه، واللي الواد ميدو بيحذره في الوقت ده، لكن بطلنا بيتصاب. واللي في الوقت ده بيحصل انفجار كبير جدا في المكان. واللي بيقول له في الوقت ده اخو احمد ان خلاص دلوقتي ربع ساعه عدت. فجمعه في الوقت ده بيقول له ان بطلنا قتل واحد من المزارعين وهو مجرد بشري، ودي حاجه نادرا اما حد بيعملها، وان الطفل ده عنده قدرات لا حدود لها. اللي في الوقت ده بيرد عليه وبيقول له ان اساسا الاتنين ماتوا، وانت بتهري وبتتكلم وبتقول ايه؟ بس بيسال يا ترى هو مين اللي كسبان دلوقتي في الرهان. فبيرد عليه المعلم الكبير ان احنا اللي كسبانين، لان سواء اساسا هما الاتنين ماتوا او ما ماتوش احنا كده كسبانين لان هو مات في خلال الربع ساعه دي. واللي بيرد عليه جمعه بيقول له يعني انت كل ده اداء تشين اساسا ما عجبكش خالص. فبيرد عليه المعلم الكبير وبيقول له انت بتكلمني في ايه يا ابني؟ انت بتكلمني عن واحد ميت هنزل عليه على جاب على اساس ايه يعني؟ اللي بطلنا بيخرج في الوقت ده من الضباب ويكون اساسا قاعد بيتمطع وبيقول ايه يا جدعان يلا بينا نبدا القتال ولا ايه؟ اللي بيكون في الوقت ده كلهم مصدومين. اللي في الوقت ده ميدو بيجي له بيطمن عليه بيقول له انا افتكرتك مت، لكن بطلنا بيطمنه وبيقول له ان انا كنت لابس درع كنت جايبه من وقت سابق وانه اكيد دلوقتي هو اللي هيموت. واللي في الوقت ده طبعا جمعه بيكون مبسوط جدا. اخو احمد في الوقت ده بيقول ان قوته اكيد مش طبيعيه وان هو اكيد بيستخدم قوه السحر مع المزارعين وبينتج قوه خاصه، ودلوقتي خلاص بقى معروف مين اللي كسبان. بس وهو ماشي بيقول له ما تبقاش تنسى بقى الحاجات اللي احنا راهنا عليها وتبعتها لي. وبيروح عند بطلنا في الوقت ده اللي بيمدحه في الوقت ده وبيقول له ان انت عملت حاجه ناس كتيره قوي ما بتعرفش
بتعرفش تعملها وان انت موهوب فعلا. بطلنا هو وميدو بيشكروه، واللي بيقول له انا دلوقتي بقى معايا سلاحين سريين وده بسبب ان انت كسبت وان انا راهنت عليك. بطلنا بيكون مبسوط جدا منه لان هو كان واثق منه. واللي في الوقت ده جمعه بيبدا ان هو يامره، بيقول له ان انا في مزاج كويس دلوقتي، اهمر وقول اللي انت عايزه وانا هنفذه لك. وبيطلب منه ان هو عايز ياخد الحبوب اللي هو استخرجها من المره اللي فاتت وهو عايز بس 2 منها. فبيستغرب ان هو عايز هو كمان يروح للجبل هناك علشان يحصل على الفاكهه، وبيقول له ان انا عايز اجربه علشان ده الطريق للخلود بتاعي. وبيقول له ان ناس كتير حاولت ان هي تحصل عليه لكن بينتهي بيهم الامر ان هم بيموتوا هناك، وانت بشري فانت اكيد ان انت هيكون عليك عائق كبير جدا. لكن بيرد عليه بطلنا بيقول ان هو مش عايز يكون واحد زي الناس العاديه وان هو واثق جدا من نفسه وان هو بس عايز الفرصه دي. اللي في الوقت ده فعلا بيديله الحبايتين زي ما طلب، وبطلنا بيبدا ان هو يشكره من كل قلبه. وفي الوقت ده بيسيبهم وبيمشي وبيدي واحد من الاكسير ده لميدو، وبيكون مبسوط بيه جدا لان مش اي حد بياخد الاكسير ده الا للطلاب المميزين. واللي بيقول له دلوقتي ان احنا نروح نقدر نبحث على الفاكهه بكل سهوله، لكن بطلنا بيقول له هناك في اشباح ضبابيه غير معروفه ودي هتبقى فيها مخاطر عاليه جدا احنا مش عارفينها، خلينا ان احنا نستعد الاول وبعدين نشوف الموضوع ده بعدين. يا ترى ايه الوحوش المخفيه ورا الضباب ده، وهل يا ترى بطلنا هيقدر ان هو يتغلب عليها، ويا ترى هيواجه مين علشان يحصل على الفاكهه دي، وهل هيقدر بطلنا فعلا ان هو يحصل على الفاكهه ولا لا، يا ترى ام احمد هل هتساعد بطلنا ولا لا. كل ده باذن الله هنعرفه الحلقه الجايه. وعلشان كده انا قلبي خايف عليكم بقول لك اعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده لاكتر من 3000 لايك، وتعمل اشتراك علشان نوصل لاكتر من 100,000 مشترك في اسرع وقت ممكن، وتفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل اي حلقه جديده انت اول واحد تفجر الفيديو وتشوفه. والى هنا عزيزي وعزيزتي المشاهده اكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه، وكما عودتك وعودتك عزيزي وعزيزتي المشاهده لا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وتدعوا اخوانكم في غزه ان ربنا ينصرهم وفك كربهم ويسدد رميهم. لو عرفت القطع قاطع، ولو عرفت تدعمهم باي شكل من الاشكال لا تقصر اخي في الله، فده واجب علينا كمسلمين. بس عزيزي وعزيزتي المشاهده ويا اساطير اشوفكم الحلقات الجايه. سلام يا ابطال. Well,